الله يرحم الوالدين ما تصوموش. هناك سؤال دائما يتردد في هذا الشهر الكريم، وهو الطبيب واش نصوم ولا ما نصوم؟ فيما يخص امراض الجهاز الهضمي عندنا واحد الامراض اللي كتكون مزمنه وكتكون فيها نكسه، يعني الانسان مريض، فهذه ما فيهاش نقاش، فالمريض خصو ما يصومش. فمثلا اذا كان عنده تشمع الكبد وعنده الماء في كرشو ورجليه منفوخين، او يعني الحاله ديالو ماشي مزيانه، فبطبيعه الحال ما خصوش يصوم. كذلك الامراض ديال الامعاء، الالتهابات المزمنه سكون حنا لي مالادي انفلاماتوار، الكرون والارساج، هادو كذلك حتى هما اذا كانت عندهم نكسه، يعني كانت اون بوسي، ما خصوش يصوم. ولكن اذا كان الانسان عنده هذه الامراض المزمنه ديال الالتهابات المزمنه ديال الامعاء سكون لي مالادي انفلاماتوار، اذا كان يعني الحمد لله صحته جيده ومزيان وكياخذ الدواء ديالو هذا ولاباس عليه، فلا مانع انه يصوم. فدراسات اثبتت وجرت بالمغرب اثبتت بانه الصيام لا يشكل خطر اذا كان المرض الحمد لله سكون حنا اون ريميسيون، يعني مقاد ومزيان والمريض بخير وعلى خير. فتشمع الكبد إذا كان عنده يعني مضاعفات لا يجب أن لا يصوم. أمراض الالتهابات إذا كان مزيان فيصوم، وإذا ما كانش مزيان ما يصومش. أما فيما يخص أمراض الحادة، يعني قرحة معدة، إذا صاحب قرحة معدة يجب أن لا يصوم بطبيعة الحال. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما خصوش يصوم أبدا إذا كان عنده نوبة. فبصفة عامة إذا كان المرض مستقر ومزيان والدواء يمكن ياخذه بالليل، كياخذه غير مره واحده، اما اذا كان كياخذ المره 3 المرات فكيف ما كان المرض فما يمكنش ناخذه 3 المرات الدواء بالليل. ففي حينها اذا ما كانش دواء كيتخاذ مره في اليوم، فالمريض بطبيعه الحال خصو ياخذ الدواء ديالو، ما يمكنش يحبس الدواء ديالو والا سيصاب بنكسه. فدائما الاستشاره مع الطبيب، وهذا شيء مهم ومهم جدا. تشاوروا مع الطبيب ديالكم، واللي فيه الخير لكم راه غيقولها لكم. وإلا قال لكم ما تصوموش، الله يرحم الوالدين ما تصوموش، لان كاين اللي كيقول للطبيب ما تصومش وكيمشي لدارو وكيصوم، فكيتعدى على راسو، وهذا الشيء ما بغاه لا الله ولا سيد النبي. فما يمكنش الانسان يكون مريض والطبيب ديالو يقول له ما تصومش ويمشي ويصوم. فنصيحه الطبيب شيء مهم جدا وخذوا بها، وشكرا لكم.